اهلا بيكو في فيديو جديد من فيديوهات رواشة شو. النهاردة هنتكلم عن ليه لالو سلامانكا من احسن الاشرار في تاريخ المسلسلات. بيتر كول سول معروف بتميز شخصياته، لكن النهاردة هنتكلم عن شخصية مميزة جدا، وهو لالو سلامانكا. لالو من اغرب الشخصيات اللي عدت علينا سواء في بريكنج باد او بيتر كول سول، لانه مش زي باقي الاشرار في المسلسل زي جاس مثلا او حتى توكو. يعني هو واخد الذكاء والدهاء من جاس وحتة من جنون توكو شوية، وحبه للعنف طبعا اللي بيجري في دم كل عيلة سلامانكا. ولكنه كان شخصية مميزة عن الباقي، لأن مع ظهوره بعد ما جه من المكسيك عشان يدير شغل عيلة سلامانكا بعد اللي حصل لباقي أفراد العيلة. وأول ظهور ليه كان في الحلقة الثامنة من السيزون الرابع، واللي كان ظهور مميز طبعا لأن من أول ظهور ليه وكاريزمته ضاغية. حتى بعد كده لما كان بيظهر في اي مشهد مثلا كان بيغطي على كل اللي فيه. وانا شايف ان بداية ظهوره بالذات في الموسم الخامس وكمان السادس هو غطى على كل الشخصيات تقريبا، منهم سول نفسه بطل المسلسل، وكمان ده لأسباب كتير زي ذكائه مثلا اللي كان هيقدر بيه انه يدمر جاس والامبراطورية بتاعته، او مثلا كاريزمته الطاغية اللي خلت ناس كتير تحبه، او مثلا بعيدا عن ان هو شرير اصلا بس انت ممكن تتعاطف معاه عادي، او حتى تحبه بعيدا عن اللي بيعمله، وده لاسباب كتير. منهم مثلا ان هو مش عشان هو شرير فماشي طول اليوم مكشر او كده، بالعكس هو طول اليوم بيضحك وبيحب الهزار، لكن وقت الجد فانت هتخاف فعلا لانه ليه هيبة برضه حتى وهو بيهزر او كده. وغير كده هو من الشخصيات الغير متوقعة تماما، واوعى تكدب عليه لانه هيفضل وراك لغاية ما يعرف الحقيقة حتى لو كان صدقك وقتها. وغير كده كمان ان هو عنده ذكاء جس، بس هو انشط واصغر منه، وحتى نهايته هو حرفيا كان خلاص جس على بعد خطوة واحدة من انه يخسر كل حاجة عملها وبناها وخطط لها بسبب لولو. وخلى من اول ظهور خلى جاس اللي ما كانش حد بيعرف ينافسه خايف منه، حتى بعد ما وصلت له الاخبار ان هو مات برضه فضل خايف، وزود الحراسة على بيته. وكنا اول مرة نشوف جاس بالشكل ده، ومن هنا نعرف ان لالو بيأثر على اي حد بيدخل حياته. حتى مثلا كيم اللي من اول مسلسل وهي بعيدة عن اي حاجة، من ساعة ما لولو دخل حياة جيمي أثر عليها هي كمان، وبقت تدفع جيمي للجنون أكتر وأكتر. هي اللي بقت تشجعه على الحاجات الغلط وبقت عايزاه يدمر حياة هاورد. حتى كانت بتقنعه إنه ما يبلغش عن لالو ويبقى صديق الكارتيل. أو حتى لما عرفت من مايك إن لالو عايش ما قالتش لجيمي عشان ما كانتش عايزاه يقلق بزيادة، ولا كانت عايزاه يقلب حياتهم بسبب لالو، وبسبب كده مات واحد زي هاورد اللي فعلا ما كانش ليه علاقة بحاجة. ممكن لو كان مثلا سول خد باله هو وكيم وبعدوا عن المكان مثلا ما كانش لالو عرف يوصل لهم. ومع كل ده هو محدش بيكرهه سواء الكارتيل او حتى الناس اللي شغالة عنده، وده بسبب انه شخصية سايكو وقدر يلعب بيهم وكسب اعجابهم مهما كان بيكرههم وبيحتقرهم. مع ذلك هو اصلا مش مهتم ولا فارق معاه حياتهم او انه يعرضهم للخطر، زي لما كان بيتفرج على ناتشو وهو داخل يجيب المخدرات من البيت قدام البوليس، او قتله للموظف الغلبان، او حتى الهاورد وبعد اقتحام رجال الجاس لبيته وقتلهم للناس اللي شغالين عنده ومحاولة قتلهم ليه. وكان خلاص جاب اخره، ما كانش خلاص لالو اللي بيضحك ويهزر. وده اتوضح في طريقة تعامله مع سول قبل الحادثة، لما راح له بعد ما رجع من الصحراء وسمع قصته وكان مبسوط وبيضحك بسبب رعب سول منه. او بعد الحادثة لما راح وكان خلاص مش عايز يهزر ولا يضحك وقتله الهاورد بدم بارد، وبعد كده ربطه لسول واستخدام كيم عشان خطته. هما كانوا بالنسبة لهم مجرد حاجات بتكمل خطته عشان يوصل لجاس ويخلص منه. وانا بصراحة شايف انه كان احسن واحد في عيلة سلامانكا، مش مجنون بالكامل زي توكو او مثلا زي هيكتور، ولا اهم حاجة بالنسبة له انه يقتل وخلاص. لا، هو بيحب يفهم كل حاجة، ما بيسيبش حاجة للصدفة. وهو كان دور تقيل، عشان كده كانوا محتاجين ممثل زي توني دالتون اللي مشهور جدا في المكسيك بدوره في مسلسل سينيور افيا، وهو فعلا كان قد المسؤولية وأدى الدور بشكل كويس جدا. وفي النهاية هو بالنسبة لي من أفضل الشخصيات اللي ظهرت في المسلسل، وواحد من أفضل الأشرار في المسلسلات بشكل عام. وبس كده، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وقولوا لي رأيكم في كومنتات أهم حاجة، واتفرجوا على الفيديوهات اللي فاتت واستنوا الفيديو